أخبار المال والأعمال، أهلا بكم. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية قوية لدى إغلاق تعاملات ثاني جلسات الأسبوع إثر قرار اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بإلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية وصفقات الاستحواذ والاندماج. وقد صعد المؤشر الرئيسي EGX 30 بنحو 1.6% مقتربا من مستوى 5113 نقطة. كما امتدت موجة الارتفاعات إلى المؤشرين الثانويين، حيث صعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة وEGX 100 الأوسع نطاقا بنسب تراوحت بين 1.4% و1.6%. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3.6 مليار جنيه، بينما تحسنت أحجام التداولات الكلية نسبيا لتصل إلى 351 مليون جنيه. دعا مؤتمر التيار الشعبي الاقتصادي الذي انعقد على مدار يومين تحت عنوان إنقاذ الاقتصاد المصري نحو برنامج بديل، دعا إلى تبني النظام المختلط لكونه الأكثر ملائمة، وهو ما يتيح للقطاع الخاص العمل بكل حرية. وشددت توصيات المؤتمر على أن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا من خلال نظام عادل للأجور يكفل الحياة الكريمة للمواطن. الشعبي لملم أوراقه الاقتصادية بعد عدة جلسات عقدها في مؤتمره إنقاذ الاقتصاد المصري نحو برنامج بديل. المؤتمر أوصى باستخدام المصادر المتجددة للطاقة كالشمس والماء والرياح بدلا من المصادر غير التقليدية كمشتقات البترول. حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي أكد أن استخدام الثروات الطبيعية المتمثلة في الشمس تعتبر ميزة نسبية لمصر، وأن حسن استغلالها يمكن أن يكون مصدرا هائلا لدعم الاقتصاد يماثل البترول لدعم دول الخليج. كما أكد أن التصنيع هو المحور الرئيس في رؤية التيار الشعبي للنهوض بمصر. الدكتور محمد البرادعي منسق جبهة الإنقاذ أشار إلى ضرورة دعم الاقتصاد في ظل تطوراته العالمية. الاقتصاد علم اجتماعي يتطور بتطور الأزمنة ويتطور بتطور التفكير الإنساني. كان هناك الاقتصاد قائم على الزراعة، بعد ذلك على الصناعة، بعد ذلك على رأس المال، واليوم اقتصاد قائم على التكنولوجيا. وكل هذا بيغير من مفهومنا للاقتصاد وكيفية التعامل مع الاقتصاد. وإنما في النهاية لا أعتقد النهاردة أن أي إنسان يختلف على أن هدف أي نظام اقتصادي هو تحقيق حريات الإنسان وضمان الحياة الحرة الكريمة والعدالة الاجتماعية. ليس هناك خلاف على هذا إطلاقا. البرادعي أكد أيضا أن أحد أهم الركائز التي يستند عليها الاقتصاد هي زيادة الاستثمارات، والتي انحصرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. أننا نحتاج إلى استثمارات جديدة، نحتاج إلى مال. في سنة 2007 كان بيجينا استثمارات مباشرة 17 بليون دولار. السنة دي جالنا أقل من 1 بليون دولار. حقيقة إن ما في هذا في 2007 ما كانش الاستثمار بيؤدي إلى خلق فرص عمل، كما يطلق عليه كان تنمية بدون خلق وظائف، jobless growth. كلمات البرادعي وصباحي لم تدر فقط حول تقديم الحلول للأوضاع الاقتصادية، إنما فرضت أحداث الكاتدرائية ومن قبلها أحداث الأزهر نفسها على كلماتهما في ختام المؤتمر الاقتصادي. من جانبه أكد البرادعي أن جبهة الإنقاذ تطرح التحرك مع النظام والمشاركة في الانتخابات البرلمانية حال وجود وزارة ونائب عام وقانون انتخابات جدد. محمد جمال، التلفزيون المصري. مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع بتساهم في عمل الخير وتنمية المجتمع وتلبية احتياجات الغير قادرين. ممكن أشارك؟ طبعا ممكن تشارك في عمل الخير. بنك مصر، بنكك اللي تتمناه وزيادة. وهو ده العادي من بنك مصر. أعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية عن طرح 11 اتفاقية جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز لأول مرة وبشروط تعاقدية جديدة. وقد تم إرسال نصوص تلك الاتفاقيات إلى مجلس الدولة لإبداء ملاحظات القانونية عليها، وذلك لعرضها على الجهات التشريعية.
يأتي ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقة والصناعة برئاسة الدكتور طارق مصطفى تعديلات الاتفاقيات الخاصة بعدة مناطق بخليج السويس، وذلك لمد التعاقد بها مع إحدى شركات البترول العالمية. حفاظا على سمعة مصر الدولية في إبرام تعهداتها ومواثيقها خاصة لدى الشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مصر، كان اللقاء الذي عقده وزير البترول مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بهدف مناقشة وعرض بعض التعديلات حول بنود الاتفاقيات التي تود وزارة البترول تعديلها. احنا بنفكر نعمل تعديل في نظام اتفاقيات البترول بحيث ان هو يسهل الاجراءات شوية من خلال اطار عام يعتمد من مجلس الشورى ومجلس الشعب، ويتيح حرية للشركات وللهيئات انها حينما تسند في اطار هذا الاطار المعتمد، يعني بالنسب دي بالاسعار دي، ان هو يقدر يشتغل على طول ولا يرجع الا في حالة تجاوزه هذا الاطار. الوزير أراد أن يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بعدم إنهاء أي من الاتفاقيات المبرمة في مجال الاستكشاف والبحث عن البترول، وأن هذه الاتفاقيات مهمة للاحتياجات الداخلية، حيث أن مصر تستورد ب$12 للمتر المكعب من الغاز، وأن السعر الثابت في الاتفاقيات السابقة $1 و$2. أول ما اتعملت اتفاقيات الاستكشاف ما كانش فيها حاجة اسمها لا، ما كانش في حاجه اسمها نصيب للشريك في الغاز من اصله. اللي كان بيبحث ويلاقي بترول اهلا وسهلا، ما لقاش بترول وطلع بيه الغاز كانت الدوله بتصادره. فده خلى الشركاء في وقت من الاوقات احجموا تماما ان هم يدوروا في مناطق فيها غاز. فانت لقيت ان الموضوع ده بيخسرك، فابتديت تقول له ايه؟ طيب لو لقيت غاز هديلك مقابل الغاز اللي انت لقيته ده، لان ما كانش فيه زمان اليات لا انه يصدر مثلا بانبوب، ولا كانت قصه الغاز المسال دي للتصدير موجوده. فكانت الاليه ايه؟ انك تديله مقابل الغاز اللي بيلاقيه يا اما زيت يا اما فلوس. هذا الموضوع ادى الى ان المعادله اتقلبت في سنه 98 99، ان احنا بقينا كميه الغاز اللي احنا بناخدها من الشركاء الاجانب قصاد الزيت اللي بنرجعه له او الدولار فرق معانا بالناقص $100 مليون. وفي ختام الجلسة كشف الوزير على أن هناك 11 اتفاقية جديدة لطرح مناطق استكشافية، مؤكدا أن عدم إخضاع المستثمرين لقوانين الضرائب يأتي نتيجة لقيام المستثمر بوضع عائد استثماري على الأموال التي يضخها، وهو ما يعد استثمارا يدر دخلا على الدولة. دعا وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو الدول الأوروبية إلى تبني سياسات لدعم النمو والتخفيف من إجراءات التقشف التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة. وجاءت كلمة الوزير الأمريكي مع بدء جولته الأوروبية، حيث التقى في بلجيكا مع هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي. وأكد له أن تعافي الاقتصاد الأمريكي يتأثر بشكل كبير بالوضع في أوروبا. من جانبه شدد رومبوي على أن الاتحاد الأوروبي يعمل جاهدا من أجل استعادة الاستقرار المالي واستمراره. كذلك التقى الوزير الأمريكي مع خوسيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين. دعت سيمون أوكونور المتحدثة باسم مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي دعت البرتغال إلى مواصلة إجراءات التقشف، وأكدت أن الالتزام بالبرنامج المتفق عليه مع المانحين الدوليين شرط أساسي لحصول لشبونة على المساعدات المالية. كان رئيس الوزراء البرتغالي بيسوس كويلو قد أشار في وقت سابق إلى أن حكومته ستسد الفجوة التمويلية في الموازنة من خلال خفض الإنفاق على الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والشركات المملوكة للدولة. وفي أسواق المال الأوروبية تعافت المؤشرات الرئيسية وسط حالة من الترقب لنتائج الشركات الأمريكية خلال الربع الأول من العام، كما اتسم أداء الأسواق اليوم بتراجع أحجام التداولات. ففي بورصة لندن أغلق مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني مرتفعا بنحو 0.4%، وصعد مؤشر داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنسب طفيفة. وفي أسواق الصرف العالمية سجل الين الياباني أدنى مستوياته في 4 سنوات مقابل الدولار، وهو الارتفاع الذي يأتي على خلفية إعلان البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي عن برنامج ضخم للتحفيز يتضمن شراء سندات الحكومية، وليقفز سعر الدولار إلى أكثر من 99 ينا. كما صعد اليورو متخطيا مستوى 128.75 ين، ومن جهة أخرى ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار ليتراوح سعر العملة الأوروبية حول دولار 30 سنتا.
مصر بيساهم في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في كل مكان في مصر، وكل ما مشروعك يكبر بنك مصر هيساهم معاك بتمويل أكبر. بنك مصر، بنكك اللي تتمناه وزيادة. وهو ده العادي من بنك مصر.